المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم وطاب مساءكم بكل خير. هذه حلقة متجددة من برنامجكم حوارات، والتي نحاول من خلالها أن نتناول عدد من المواضيع التي تتعلق بالقانون الجنائي والقانون المدني. سادتي المشاهدين، ضيفي وضيفكم هو مولانا مدين محمد علي مدين، قاضي محكمة الجنايات العليا وعضو محكمة الاستئنافات العليا بأسمرة. مولانا مدين، أهلا ومرحبا بك، وأنت ضيف عزيز على برنامجنا حوارات. في البداية الشكر، كل الشكر للقسم العربي في التلفزيون الأريتري الذي أتاح لي هذه الفرصة، وأيضا الشكر موصول للأخوة المستمعين، واستبيحهم عذرا إذا أثقلت على كاهلهم، وبذلك شكرا لك الأخ الأستاذ محجوب حامد. شكرا جزيلا مولانا مدين، ومرحبا بك مرة ثانية. وبداية يعني نود أن نتحدث عن الوكالة القانونية، شروط الوكالة وإيجابياتها وسلبياتها، وكيف يتم إلقاء هذه الوكالة في حال تم يعني استدعاء ذلك. الوكالة هو عقد ما بين شخصين أو أكثر. نعم. وبالتالي الوكالة يعني عقد حساس جدا جدا، فبالتالي الشخص اللي مثلا اللي داري يعطي الوكالة يجب أن يعرف لمين يعطي هذه الوكالة. في القانون المدني وفي الإجراءات المدنية الوكالة إما تعطى بالمادة 57 أو 58 أو المادة 2299 و 2200. هذه الوكالة يعني مهمة جدا بين الأطراف. نعم. فأحيانا يكون في شخص مغترب، وأحيانا يكون في شخص أخوه موجود. نعم. مثلا في داخل الوطن، فبالتالي يحتاج يعني أن يقوم له ببعض الإجراءات. في نفس الوقت الوكالة خطيرة جدا، يجب أن الإنسان يعرف الوكالة لمين يعطيها. فالوكالة بتنتهي في 5 حالات معروفة، ولكن قبل أن تنتهي هنالك في ضرر بالطرف الموكل. طيب مولانا، يعني ما هي الحالات ال5 التي تنتهي فيها يعني الوكالة؟ الوكالة بحكم القانون تنتهي حسب المادة 2226. نعم. يعني أحد الطرفين يلقي هذه الوكالة. نعم. سواء كان الموكل أو الموكل، في حالة وفاة أحد الطرفين. نعم. إنجاز العمل اللي قام به مثلا أو انتهت الوكالة اللي قام به من أجلها قام العمل. نعم. أو يعني طرف واحد يعني يقول يعني للطرف الآخر أنا ما قادر مثلا، وما بستطيع مثلا أن أقوم بهذه الوكالة، فبالتالي ألقيها. نعم. فاتفاق يكون بيناتهم في هذه الحالات يعني تنتهي الوكالة. لكن الوكالة في نفس الوقت خطيرة جدا. في ناس يعتقدوا أنه الوكالة متى ما صدرت من المحكمة العليا معناها تغيير قابل للإلقاء. نعم. بالعكس تمام، ممكن تلقيها في نفس اللحظة، يعني بعد ساعة من التوقيع عليها. ما يتوقع انه الانسان فيها ختم محكمه خلص الوكاله دي انتهت. لا، حسب الماده عندنا 2226 يلقيها في نفس اللحظه اذا كان هنالك ضرر يتسبب. نعم. لهذا الشخص. نعم. طيب مولانا، لو تحدثنا عن البيع والشراء بمقتضى القانون الجنائي الإريتري. نعم. طيب، وهل عقود البيع والشراء مثلا قابلة للتنفيذ؟ العقودات في القانون المدني قريب ل 400 مادة، حاجة مش سهلة. لهذا السبب يعني عقد البيع وعقد الشراء يختلف من شخص لآخر أو من مجموعة لآخر. نعم. فمثلا لو يتعاقد سليمان مع تسفاي مثلا. نعم. لبيع منزل. نعم. في هذه الحالة العقد يعتبر كامل، ما بالضرورة إنه زوجة سليمان تمضي في عقد البيع أو نعم. في عقد الشراء. نعم. أما بخصوص إذا كان البيت قاعد يبيع تسفاي إلى سليمان، في هذه الحالة يقتضي القانون حسب المادة 652 إنه الزوجة لازم تمضي على العقد. في حالة الزوجة ما مضت على العقد يعتبر هذا العقد غير قابل للتنفيذ. هذه من ناحية. نعم. من الناحية الثانية يعني مثلا يتحايل عليك تسفاي، بيقول لك يا أخي زوجتي ماتت. أنت في هذه الحالة لازم يجيب شهادة الوفاة. أو قال لك يا أخي أنا زوجتي مطلقة، يجب أن يجيب وثيقة الطلاق. أو يقول لك أنا ما تزوجت. من الإدارات اللي موجودة، إدارة الحي الموجود، يجب لأنه مسجل
في إدارة الحي، فبالتالي إدارة الحي بتعطيه إنه هذا الشخص غير متزوج. في هذه الحالة العقد يكون قابل للتنفيذ. نعم. ولهذا السبب لازم العقودات الإنسان ينتبه لها انتباه شديد. نعم. طيب، وماذا يعني العربون في عقد البيع والشراء؟ العربون حسب المادة 1885 مثلا، يعني زي ما قلت لك أحمد دار يشتري من محاري مثلا سيارة معينة. في هذه الحالة عشان الاتفاق يكون يعني سائر المفعول، في هذه الحالة يدفع عربون بغض النظر عن العربون، يعني سواء كان 1000 أو 100,000 أو مليون، هم اللي اتفقوا عليه. إذا أحد الطرفين مثلا إذا كان الشاري يعني نقد البيع، في هذه الحالة العربون ما بيرجع له في هذه الحالة. أما البائع إذا أنكر البيع أو إذا تنازل من البيع، في هذه الحالة يدفع العربون مضاعف. هذا هو القانون. إذن هذه المادة عملوها للاحتكام على أو الإنسان عشان يحترم الوثيقة أو العقد المبرم بين الطرفين. طيب مولانا، يعني قبل ما نتجاوز الوكالة القانونية، إذا كان في شخص مثلا مقيم خارج الوطن ومثلا عايز يعمل توكيل، أو عنده توكيل عاوز يلقي توكيل، هل يعني يقدر يحرر توكيل أو يلقيه مثلا عن طريق السفارة في الخارج؟ أيوة، في هذه الحالة طبعا عندنا عدد كثير من الناس تعيش في الخارج وعندها أملاك في البلد وعاملة توكيلات وتحتاج تعمل توكيلات، فياريت لو نوضح الحتة دي. أولا المادة 58 دائما بتميل الأقرباء أولى بالمعروف. نعم. 8 أصناف هم تعطى لهم الوكالة. تعطى للأخ، الأخ ممكن يعطيها لأخته، الأخ ممكن يعطيها مثلا، والأخت ممكن تعطيها لأخوها، الأب لابنه، الأم لابنها، الجد والجدة. هذه ال8 أصناف هم دين الأقرباء، يعني أولى بالمعروف زي بيتهم. في هذه الحالة عشان أسرة واحدة يجوز يعني الطرف المتضرر من هذه الإناء يلقيها في أي لحظة. مثلا شخص يقول في المملكة العربية السعودية أو في الولايات المتحدة الأمريكية أو في كندا، أدى لشخص ما وكالة هنا. في هذه الحالة الوكالة أصبحت ضارة به. نعم. يمشي للسفارة اللي موجودة في هذه البلاد الموجود فيها، فبالتالي يوكل شخص آخر أو يجبره في هذه الحالة أمام المحكمة، يوكل شخص لإلقاء الوكالة التي أعطاها لشخص فلان ابن فلان مثلا في هذه الحالة. إذن تلقى هذه الوكالة سواء رضى أم لم يرضى بحكم القانون هذه الحالة. إذن الوكالة تلقى في أي لحظة إذا كانت تسبب ضرر. في ناس بيقول يا أخي بيذكروا فيها يعني يجب في الوكالة أن يبيع ويشتري وأيضا أن يحول الاسم. هذه خطيرة جدا، لأن أنت ما بتعرف ثمن البيع كان كم، وما بتعرف في هذه الحالة المخاسير كانت كم. ممكن يقول لك ب100,000 يكون باع مثلا ب37 مليون. إذن أنت أديته ملكية كاملة عشان يتصرف في هذا العقار. هذه خطورة جدا. عشان كده الإنسان ينتبه إنه كلمة البيع والشراء يجب أن لا يذكرها أصلا، بس للأشياء الإدارية. إذا دار يبيع هو وكل حاجة، في محامي في أشياء هنا بيلجأ لها أو بيستفسر في هذه الحالة، لأنه عليها ضرائب وعليها أشياء كثير، وبالتالي حتى لو باع العقار ما حيستفيد في شيء. طيب الوكيل، يعني هل مثلا في ثغرة قانونية تسمح له التشبث والتمسك بالوكالة؟ الوكالة بحكم القانون تنتهي سواء كان أراد أم لم، سواء كان شاء أم لم يشاء. نعم. تلقى الوكالة. إذا كان بيقول أنا يا أخي نتيجة لهذه الوكالة دخلت في بعض الديون أو عندي استحقاقات، يقول في هذه الحالة يرفع دعوة إلى المحكمة المختصة ويقاضي الشخص اللي وكله قبل كده، يطالبه مثلا ما خسره عن طريق الوكالة. طيب مولانا، يعني نلاحظ في الفترات الأخيرة كل التعامل البنكية يعني صارت تقريبا عن طريق تحرير الشيكات وكده. طيب تحرير الشيك بدون رصيد، أحكامه وعقوبته نوضح للمشاهد الكريم. هذه طبعا يعني كون شخص يحرر شيك بدون رصيد وهو عالم إنه ما عنده رصيد في البنك، في هذه الحالة جريمة يعاقب عليها القانون.
القانون الجنائي عقوبتها تصل لغاية 5 سنوات. لهذا السبب يعني قاعد في هذه الحالة، هذا الشيك اللي حرره أولا يعني فقد الذمة هو في هذه الحالة. نعم. بالإضافة إلى ذلك قاعد يتلاعب بمستندات دولة، وقاعد يتلاعب بمستندات وزارة المالية. هذا الشيك أعطوه من أجل رصيد معين، هو عالم كل العلم أنه ما عنده رصيد، رغم ذلك هو حرر هذا الشيك. وبالتالي البنك في هذه الحالة الإدارة تستلم هذا الشيء وتستدعي الشخص لأنه الأرقام معهم والتلفونات معهم، وفي هذه الحالة يقولوا يا أخي أنت حررت هذا الشيء وقتيا من البنك مباشرة إلى التحري، ومن التحري إلى السجن، ما بيطلع حتى بضمان، ما بيطلع، لأنه هذه من ضمن هنا المعولة الهدام للاقتصاد الوطني بيسموه في القانون الجنائي. معناها هو البنك هو اللي بيتولى مقاضاة هذا الشخص عن طريق المستشار القانوني أو عن طريق المحامي اللي نعم. عندهم في البنوك، هم الذين يتولون هذه الشغلة، وبالتالي تنتقل القضية برمتها بعد النيابة العامة إلى المحكمة الخاصة. طيب مولانا، بالنسبة ل يعني رهن المنازل، رهن المنازل لدى البنوك، هناك كثير من الأشخاص يرهنون عقاراتهم مقابل مبلغ معين، وبعد ذاك يعني يسددوا ما عليهم الديون. يعني أثر هذا العمل على المالك؟ في هذه الحالة صاحب العقار أو صاحب المنزل أو صاحب البيت سلم الملكية للشخص المرهون أو الشخص الذي يعني ضامنه في البنك. يعني هذا الشخص قاعد يطلع من الظل إلى الشمس زي ما يقول. فبها يعني البيت كلها بما فيها سمها للشخص الذي أو يعني سلمها للشخص اللي ضامنه. البنك ما يعرف إلا هذه الضمانة، وبالتالي الشخص يستلف هذا المبلغ معين، مثلا نقول 100,000، وضامنه واحد عنده منزل. البنك إدارة البنك في هذه الحالة يقولوا لي يا أخي أعطينا الملكية، حيسلمهم الملكية. الشخص المضمون يدي لصاحب الملك يقول مثلا 10,000 و20,000، وبعد ده هو يمشي بإجراءاته. لو اشترى سيارة مثلا وحصل لها حادث هذه السيارة، إذن في هذه الحالة المبلغ اللي كان مضمون به انتهى، من أين حيجيب له في هذه الحالة؟ أو يكون هرب بالأموال دي كلها. البنك يستمر يومنا لما يحصل يعني عدم التسديد، يستدعوا صاحب الملك أو صاحب البيت، يقولوا له سدد المبلغ، أو نادي لنا الشخص يسدد المبلغ. إذا ما سدد في هذه الحالة قانون البنوك يصادر هذه البيت عن طريق المحكمة. شكرا جزيلا مولانا مدين محمد علي مدين. سادتي المشاهدين، كان هذا الجزء الأول من برنامج حوارات. نستكمل في الحلقة القادمة ما تبقى من الكثير من المواضيع التي تتعلق بالقانون الجنائي والقانون المدني. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية فقرات برامجنا، وإلى اللقاء.